بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. وموعدنا الآن مع الدرس الأخير من دروس النحو، وهو درس الحال. درس الحال يمكن أسهل درس أنت هتاخده السنة دي، وأمتع درس، وأكتر حاجة في الاستخراج والإعراب ممكن تخرجها بسهولة لو ركزت معايا وفهمته ومشيت معايا بالتفاصيل تفصيلة. تعالى كده نشوف الحال. يعني ايه الحال؟ من قبل ما اشرح، الحال هو عبارة عن كلمة بتبين هيئة صاحبها، هيئة فعلي للفعل، هيئة الفاعل وهو بيفعل الفعل. تمام؟ لما اقول مثلا دخل المعلم الفصل مسرورا، دخل المعلم الفصل مسرورا، اهي كلمة مسرورا دي بينت بيها هيئتي وانا داخل، او هيئة المعلم وهو داخل. تمام؟ يبقى الحال هو كلمة بتبين هيئة صاحبها اثناء فعله للفعل. زي لما اقول مثلا حضر الاستاذ مسرورا، حضر الاستاذ مسرورا. ولو سألتك دلوقتي كيف حضر الاستاذ، هتقول لي حضر مسرورا، حضر الاستاذ مسرورا. يبقى كلمة مسرورا ديت هي الحال، وهفصل دلوقتي بالتفصيل. او حضر الاستاذ وهو مسرور، برضه حال. وهنا هناخد معلومة جديدة، ان الحال ممكن يكون كلمة واحدة اللي هنسميه حال مفرد، وممكن يكون جملة اسمية او فعلية، وده برضه هناخده بالتفصيل ونفهمه. او حضر الاستاذ في سرور، اهي في سرور ديت عبارة عن شبه جملة. يبقى الحال اسم في التعريف الطبيعي بتاعه اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه، اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه. زي كلمة حضر الأستاذ مسرورا، كلمة مسرورا، أو جملة زي حضر الأستاذ وهو مسرور، أو حضر الأستاذ في سرور. طب تعالى معايا كده نشوف الحال شكله عامل ازاي. أول نوع من أنواع الحال هو الحال المفرد، وركز معايا، ده اشهر حاجه عندك واسهل حاجه عندك. الحال المفرد اللي هو بيكون عباره عن كلمه واحده، اسما واحدا. وركز معايا في شويه الملاحظات دولت، وهنطبقهم بالتفصيل على كل مثال. طيب لما اقول نسال، اول ملاحظه ان احنا لازم نسال عن الحال بكيف. بص الجمله بتاعتي، حضر الرجل فرحا. الجملة الأولى حضر الرجل فرحا، لازم أسأل عن الحال بكيف. هسأل دلوقتي كيف جاء الرجل، جاوبني. جاء الرجل فرحا، يبقى كلمة فرحا ديت وأنا مغمض عينيا هي الحال. واسم منصوب، اسم منصوب بيبين هيئة الرجل وهو داخل عليا، بيبين هيئة الرجل وهو داخل عليا. سألت عنها بكيف، سألت عنها بكيف، يبقى ده حال على طول. الحاجة الثانية يسبق الحال بمعرفة، يسبق الحال بكلمة معرفة، يسبق الحال بكلمة معرفة. والكلمة المعرفة ديت هنسميها صاحب الحال، صاحب الحال. يبقى الحال بيكون قبله حاجة اسمها صاحب الحال. تمام؟ الحاجة الثالثة الحال يكون في جملة فعلية فقط، لا يأتي الحال إلا في جملة فعلية. جاء الرجل فرحا دي جملة فعلية. ويكون فضلة. يعني إيه كلمة فضلة؟ فضلة يعني إن هو زيادة في الكلام، يعني الجملة قبله تامة بالكامل. فلما أقول جاء الرجل الكلام انتهى، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، الرجل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة، والجملة مفهومة في معناها جاء الرجل. بس أنا لسه عايز أزود وأبين هيئة الراجل وهو جاي، فرحت قايل جاء الرجل فرحا. يبقى فرحا ديت هي المفعول الايه؟ مفعول مطلق منصوب وعلامه نصبه هي الحال، لانها بينت هيئه صاحب الحال. اعتذر، يبقى فرحا ديت هي حال منصوب وعلامه نصبه الفتحه، لانها بينت لي هيئه صاحب الحال. وزي ما قلت هي فضله يعني زياده في الجمله. تمام؟ طب المثال اللي بعده، دخل الطلاب منتبهين. يلا واحده واحده نسال اولا بكيف. كيف دخل الطلاب؟ هتقول لي دخل الطلاب منتبهين. يبقى فين الحال؟ يبقى الحال هي كلمة منتبهين، حال منصوب وعلامة نصبه الياء. فين صاحب الحال؟ هم الطلاب، هم اللي بينت هيئتهم. تمام كده؟ والحال هنا زيادة في الكلام، أيوة زيادة في الكلام. اللي بعده انتصر الجنود سعداء.
خلاص بقى الموضوع سهل. كيف انتصر الجنود؟ انتصر الجنود سعداء. تمام؟ صاحب الحال هو كلمة الجنود. اللي بعده أقبلت الفتيات حزينات. حزينات هي الحال، لأنها بينت هيئة الفتيات عندما أقبل. تمام؟ حال منصوب وعلامة نصبه الكسرة، وما تنساش لأنه جمع مؤنث سالم، يبقى الحال بيتنصب بعلامات النصب بتاعت العادية، يا إما الفتحة لو كان مفرد أو جمع تكسير، يا إما الكسرة لو كان جمع مؤنث سالم، يا إما الياء لو كان مثنى أو جمع مذكر سالم. تمام؟ لكن بص لما أقول لك عشان أبين لك يعني إيه كلمة فضلة، يعني إيه كلمة زيادة، إن الحال لازم تكون كلمة زايدة في الكلام. لما أقول اشترى محمد كتابا، كلمة كتابا ديت اسم نكرة منصوب وقبله معرفة. طب بس هل ينفع أسأل عنه بكيف؟ كيف اشترى محمد فتقول لي كتابا؟ تقول لي لا طبعا، ده محمد اشترى ايه؟ كتابا. يبقى كتابا ديت مفعول به وليست حال. تمام؟ رأيت رجلا مسرورا. كلمة مسرورا دي يا مستر بينت لي هيئة الراجل وهو مسرور. اقول لك لا، لان احنا كده وقع مننا شرط مهم جدا من الشروط، ان يجي قبله معرفة، ان يجي قبل الحال معرفة. فلما تيجي جملة رأيت رجلا مسرورا دي مش اسمهاش حال، امال دي اسمها يا مستر؟ دي ان شاء الله تاخدها في الترم الثاني، اسمها نعت او صفة. هنا وصفت الرجل بان هو ايه؟ مسرور. طب لو انا عايز احول النعت ده لحال اعمل ايه؟ اخلي قبلها معرفة. رأيت الرجل مسرورا. لو انا عايز احولها من نعت لحال اخلي قبلها معرفة، يبقى كلمة كتابة مش حال وكلمة مسرورا مش حال. تمام؟ طيب في الثلاث جمل دولت او الاربع جمل ايه الحال عندي؟ هو كلمة فرحا وكلمة منتبهين وكلمة سعداء وكلمة حزينات. الاربع كلمات دولت بيعبروا عن الحال المفرد اللي هو كلمة واحدة، يبقى الحال هنا هو حال مفرد سألت عنه بكيف وكان فضلة وزيادة في الكلام وجاء قبله صاحب حال معرفة. تمام؟ طيب لاحظ ملاحظة ان الكلمات عايزك تحفظها لي صم زي اسمك، جميعا ومعا وسويا وقاطبة يعني جميعا وكافة وأولا وثانيا وثالثا إلى عاشرا وغيره والكلام ده، كل دي تعرب حال منصوبة علامة نصب الفتحة وهي حال مفردة. لما أقول مثلا إيه؟ جاء الطلاب، جاء الطلاب جميعا، اعرف على طول كيف جاء الطلاب؟ جم كلهم مرة واحدة، جميعا جم، يبقى كلمة جميعا ديت حال. لو شلتها ورحت قايل جاء الطلاب معا هتكون برضو كلمة معا حال. جاء الطلاب سويا يبقى كلمة سويا حال. جاء الطلاب واحدا فواحدا حال. جاء الطالب اولا والطالبة ثانيا، اولا وثانيا هتكون حال مفرد منصوب علامة نصبه الفتح. النوع الثاني هو الحال الجملة. اولا خليك فاكر ان الجمل عندنا بالجون يا اما جملة اسمية يا اما جملة فعلية، بس اوعى تنسى ان الحال له علامات. اولا بيجي قبله معرفة، اولا بيجي قبله معرفة، الحال بيجي قبله معرفة. الحاجة الثانية ان الحال لازم يكون في رابط ولازم يكون في جملة فعلية زي ما قلنا. طب تعالى نشوف كده. الجمل نوعان، اولا خليك ملاحظ الجمل نوعان، جملة اسمية وجملة فعلية. الحال الجملة صاحبه معرفة، هنطبق ده دلوقتي. يجب أن يشتمل الحال الجملة الاسمية أو الفعلية على رابط يربطه بصاحب الحال. الرابط قد يكون ضمير أو ضمير منفصل أو ضمير مستتر أو واو الحال أو ضمير متصل. تعالى كده نشوف ونطبق. بص كده يا ابني، لما أقول دخل الولد ثوبه نظيف، تعالى الأول نسأل بكيف. أول حاجة عندي نسأل بإيه؟ بكيف. كيف دخل الولد؟ الولد وهو داخل كان شكله عامل ازاي؟ كانت هيئته عامله ازاي؟ هتقول لي ثوبه نظيف. اهي جمله ثوبه نظيف ديت هي الحال. تمام؟ حال نوعه ايه؟ تعال نشوف. الثوب اسم ولا فعل؟ اسم يا مستر، يبقى دي جمله اسميه. السلام عليكم، جمله اسميه، يبقى دي جمله اسميه. ده بس؟ لا، تعال نشوف.
الحال الجمله صاحبه معرفه، يعني الكلمه اللي قبله معرفه. كلمه الولد دي نكره ولا معرفه؟ هتقول لي معرفه يا مستر، يبقى دي العلامه الثانيه. يجب ان يشتمل الحال على رابط يربطه بصاحب الحال، يعني لازم يكون هنا في رابط يربطه بالكلمه اللي قبله. هنا الرابط ايه؟ هل هو ضمير منفصل ولا واو الحال ولا ضمير مستتر ولا ضمير متصل؟ هنا الرابط هو هاء الغيبه، يبقى ضمير متصل. تمام؟ يبقى هنا الحال جمله اسميه والرابط هو هاء الغيبه وقبله معرفه وسالت عنه بكيف، يبقى ده حال جمله اسميه. تمام؟ وهنعرف دلوقتي ازاي نعرفها واحده واحده. بس نطلع الحل الاول. جاء الرجال وهم فرحون. تعالى يا مستر، كيف جاء الرجال وهم فرحون؟ يبقى فين الحال؟ هو جمله وهم فرحون. حال نوعه جمله اسميه. تمام كده؟ استخرج صاحب الحال. يبقى صاحب الحال هو كلمه الرجال، لان هم دولت اللي بينت هيئتهم. وهم فرحون، استخرج لي الروابط في جمله الحال. هتقول لي واو الحال والضمير المنفصل. يبقى في هنا كام رابط؟ 2، واو الحال والضمير المنفصل. أقبلت الفتيات وهن باكيات. كيف أقبلت الفتيات؟ هتقول لي وهن باكيات. يبقى فين الحال هنا؟ جملة وهن باكيات، وطبعا هن ديت وكل الضمائر بتعرب مبتدأ، احنا عارفين ده، يبقى على طول ده وانا مغمض عينيا حال جملة اسمية. هل في روابط؟ في روابط، واو الحال وهن، واو الحال وهن. انتظر المعلم طلابه. كيف انتظر المعلم طلابه؟ بالله اوعى تنسى تسأل بكيف. وهو يبتسم. يبقى جملة الحال هي جملة وهو يبتسم. فين الرابط؟ ادي الواو وادي هو. جاء أبي إلى البيت والجميع نائم. كيف جاء أبي إلى البيت والجميع نايم والكل نايم. تمام؟ يبقى أنا هنا بينت الهيئة، بس خدوا بالك بقى هنا الحال ما فيهوش رابط ضمير متصل ولا ضمير منفصل. امال هنا الحال ايه؟ الحال جمله اسميه طبعا. الرابط هنا هو واو الحال. واو الحال. جاء ابي الى البيت والجميع نائم. هنا الرابط الوحيد هو واو الحال. طب فين صاحب الحال؟ ابي. تمام كده؟ طيب ازاي اعربه؟ قبل ما ندخل على الحال الجمله الاسميه تعالى نعرب. لما اقول في الجمله الاولى مثلا دخل الولد ثوبه نظيف. فين الحال؟ جمله ثوبه نظيف. حال ماله يا مستر؟ حال جمله اسميه. تعال نعربه كلمه كلمه. ادي كلمه ثوب، وادي الهاء اللي هي الرابط، وادي كلمه نظيف. الثوب ثوبه نظيف. الثوب مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. يبقى كلمة ثوبه مبتدأ مرفوع بالضمة. تمام. الهاء اللي قلنا عليها هاء الغيبة اللي هي الرابط اللي بتربط الحال بصاحب الحال. الهاء دي تعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه، وهي الرابط. نظيف هي خبر المبتدأ، خبر المبتدأ خبر. طيب الجملة أقبلت الفتيات ودخل الولد ثوبه نظيف. هعربها مرة تانية يا حربي. ده ايه اللي جراله؟ خلاص اشتغل خير. الجزء بقى ده كله اتشال هو بتاع ثوبه نظيف ده. طيب ثوبه نظيف. اولا ثوبه مش عارف ايه. طيب تاني ثوبه نظيف. دي جملة الايه؟ جملة الحال. طبعا قلنا حال جملة اسمية. كلمة ثوب لوحدها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنها جملة اسمية. وكلمة نظيف خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام كده؟
طيب الرابط ده بيعرب ايه؟ الرابط اللي هو الهاء دي بتعرب ايه؟ الهاء تعرب ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. طيب جاء الرجال وهم فرحون. تعال نعرب. اولا ده حال اسمه ايه؟ حال جمله اسميه. حال جمله اسميه. الواو تعرب ايه؟ اسمها واو الحال. واو الحال. هم ضمير مبني في محل رفع مبتدا. فرحون خبر مرفوع وعلامه رفعه الضمه. ونروح قايلين بعد كل الباكج ده والجمله الاسميه في محل نصب حال. تعال نطبق تاني. أقبلت الفتيات وهن باكيات. هسأل دلوقتي كيف أقبلت الفتيات؟ هتقول لي وهن باكيات. كيف أقبلت الفتيات؟ وهن باكيات. يبقى فين الحال؟ وهن باكيات. حال نوعه جملة اسمية. الرابط الواو هن. جملة اسمية يبقى هن مبتدأ ضمير مبني في محل رفع مبتدأ. باكيات خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة. تمام؟ وكذلك في وهو يبتسم والجميع نائم عبارة عن مبتدأ وخبر. طيب المثال التالي لما اقول دخل المعلم الفصل يبتسم. اوعوا ننسوا القاعدة بتاعتنا. كيف دخل المعلم الى الفصل؟ دخل المعلم الفصل يبتسم. يبقى فين الحال؟ هو جملة يبتسم. مستر هي دي جملة ولا كلمة؟ طبعا جملة، لأن يبتسم فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طب فين الفاعل؟ مين اللي بيبتسم؟ هتقول لي المعلم. هقول لك لا، لأن الفعل بيكون بعد الفعل. أيوه هو المعلم، بس بيدل عليه إيه؟ ضمير مستتر تقديره هو. يبقى ده حال جملة اسمية. طب فين الرابط هنا؟ الرابط هنا هو الضمير المستتر. حضر الطلاب الحصة ينامون. كيف حضر الطلاب الحصة؟ هتقول لي ينامون. يبقى الحال هو جملة ينامون. ينامون فعل مضارع من الأفعال الخمسة. خد بالك مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه اتصل بواو الجماعة. طب فين الضمير الرابط؟ هو واو الجماعة. تمام؟ يبقى ينام فعل مضارع مرفوع بإيه؟ مرفوع بثبوت النون. مرفوع بثبوت النون. تمام؟ واو الجماعة ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. قشطة كده؟ والجملة الفعلية في محل نصب حال. والجملة الفعلية في محل نصب حال. دخل الجنود المعركة. كيف دخل الجنود المعركة؟ يحملون سلاحهم. على طول بقى خلاص بقى الموضوع سهل. ده حال جملة. جملة ايه؟ يحمل. دي اسم ولا فعل؟ هتقول لي فعل. فيها رابط ولا مفيش؟ ايوه طبعا فيها الرابط اللي هو واو الجماعة. يبقى جملة يحملون سلاحهم حال جملة فعلية. تمام؟ ده بالنسبة للحال الجملة. النوع الأخير هو الحال شبه جملة. خليك فاكر أو أنت أكيد عارف إن شبه الجملة بتكون جر ومجرور أو ظرف. افتكر الملاحظات بتاعتي: جر ومجرور أو ظرف، وصاحب الحال معرفة، وبنسأل عن الحال بكيف زيه زي بقية الحال. لما أقول جلس الأستاذ في صمت. تعالى القاعدة بتاعتنا علشان نسأل كيف جلس الأستاذ. هتقول لي جلس الأستاذ في صمت. يبقى فين الحال؟ هو في صمت. حال نوعه شبه جملة. جر ومجرور، حرف جر واسم مجرور على مجرور كسرة، وشبه الجملة في محل نصب. في محل نصب حال. تمام؟ ينصت التلميذ إلى المعلم. كيف ينصت التلميذ إلى المعلم؟ باهتمام. الباء حرف جر واهتمام اسم مجرور. يبقى دي بينت هيئة صاحب الحال وإجابة سؤال بكيف. يبقى ده حال شبه جملة. رأيت القائد وسط الجنود. كيف رأيت القائد وسط الجنود؟ لممه حواليه. يبقى وسط ديت هي الحال. حال نوعه شبه جملة. وطبعا كلمة الجنود بعد الظرف بتعرب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر. طيب لاحظ معايا هذه الملاحظات. طبعا شبه الجملة في محل نصب حال. الحال قد يتعدد، يعني ممكن يجي في كذا حال ورا بعض. لما أقول مثلا دخل أبي ماشيا، هسأل طبعا بكيف.
اول سؤال كيف دخل ابي؟ هتقول لي ماشيا، يبقى الحال الاول اللي عندي هو كلمه ماشيا، حال نوعه مفرد منصوب وعلامه نصبه الفتحه. كيف دخل ابي؟ دخل ابي يتكلم، يبقى هنا برضه حال نوعه جمله فعليه، يتكلم فعل مضارع والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والجمله الفعليه في محل نصب حال. الملاحظه الثانيه ان الجمل ديت ما فيهاش حال. تعالى كده نشوف. الصديق اخلاقه حسنه. اولا عندي مشكله ان دي جمله اسميه مش جمله فعليه، يبقى هنا مستحيل يكون في حال. طب كلمه الصديق تعرب ايه؟ مبتدا. طب الصديق ماله؟ هتقول لي اخلاقه حسنه، يبقى جمله اخلاقه حسنه ديت مستحيل تكون حال. جمله اخلاقه حسنه جمله اسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول. الصديق مبتدا اول، اخلاق مبتدا ثاني مرفوع بالضمه، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، وحسنه خبر المبتدا الثاني مرفوع بالضمه، والجمله الاسميه في محل رفع خبر المبتدا الاول. طيب رايت صديقا اخلاقه حسنه، برضو نفس الفكره، ده مستحيل يكون حال، لان انا عندي قاعده انا بسال بكيف. الحاجه الثانيه لازم صاحب الحال يكون معرفه. هل كلمه صديق دي معرفه؟ لا، ده المعرفه لازم يكون فيها الف ولام او ضمير متصل. طيب رايت صديقا اخلاقه حسنه، يبقى الجمله ديت جمله ايه؟ دي جمله نعت، وان شاء الله هتاخدها في الترم الثاني. طب انا عايز احول النعت ده لحال، فاروح قايم بكل سهوله احولها لمعرفه. رايت الصديق اخلاقه حسنه، يبقى جمله اخلاقه حسنه هتكون حال جمله اسميه. تمام؟ التالي واخر شيء، يبقى كده سريعا قبل ما نحل. الحال هو اسم نكره فضله، يعني زياده، منصوب، ياتي لبيان هيئه صاحب الحال. بسال عنه بكيف. صاحب الحال لازم يكون معرفه. الحال الجمله الاسميه والجمله الفعليه لازم يكون فيهم رابط ممكن يكون ضمير متصل، ضمير منفصل، ممكن يكون ضمير مستتر مش موجود اصلا في الجمله الفعليه، او يكون واو الحال. طيب تعال نطبق على كل ده، ومن خلالها برضو نراجع على اللي فات، يبقى مراجعه شامله، ومن ضمنها برضو هيكون درس الحال. عاد اللاعب من المباراه متعبا. هسالك دلوقتي الاول سؤال، كيف عاد اللاعب من المباراه؟ هتقول لي متعبا، يبقى اول حال عندي هو كلمه متعبا. فقد بذل جهدا كبيرا خلال المباراه حيث كان الفريق يلعب بحماس شديد. هنا انت ممكن تقول لي كيف كان الفريق يلعب؟ هتقول لي ايه؟ بحماس شديد. لا يا معلم، ده هنا في كان ديت فعل ناسخ، الفريق اسم كان مرفوع بالضمه، يلعب فعل مضارع ايوه، والفعل ضمير مستتر تقديره هو، فالجمله ديت هتكون خبر كان. هنا مفيش ايه؟ مفيش حال. لما اقول مثلا دخل المعلم مسرورا، كيف دخل المعلم؟ هتقول لي مسرورا، يبقى مسرورا ديت على طول انا مغمض عينيا حال. طيب كان المعلم مسرورا، هتقول لي هنا كيف كان المعلم؟ هقول لك لا، لان كان فعل ناسخ بيجي بعدها اسم كان وخبر كان، يبقى خلاص كده مفيش هنا ايه؟ مفيش حال. تمام؟ طيب وعند وصوله الى المنزل جلس اللاعب مستريحا. هسألك سؤال تاني، كيف جلس اللاعب؟ هتقول لي مستريحا، يبقى مستريحا ديت حال منصوب بالفتحه. بعد يوم طويل من المنافسات. اولا اعرف كلمه اللاعب. عاد اللاعب، انا بسأل عن فعل بكلمه مين اللي عاد؟ هتقول لي اللاعب، يبقى اللاعب ديت تعرب فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. بذل في الجمله، الفعل بذل في الجمله هل هو فعل لازم ام فعل متعدي؟ ممكن ما اشوفش الجمله، بس تعالى كده نشوف. فقد بذل جهدا، بذل فعل ماضي مبني على الفتح. طب مين اللي بذل؟ بسأل عن فعل بمين؟ مين اللي بذل؟ هتقول لي اللاعب، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. طب بذل ايه؟ ماذا بذل؟ هتقول لي جهدا، يبقى جهدا تعرب مفعول به منصوب بالفتحه، يبقى ده فعل متعدي على طول. استخرج من الفقره حالا واذكر نوعه. واحنا بنقرا طلعنا حالين سالنا عنهم بكيف. الحال الاول هو كلمه متعبا، كيف عاد اللاعب من المباراه متعبا، يبقى اول حال عندي هو متعبا. حال نوعه مفرد لانه عباره عن كلمه واحده. جلس اللاعب مستريحا، كيف جلس اللاعب مستريحا، يبقى مستريحا دي تعرب ايه؟ حال برضو ايه؟
حال مفرد. طيب فعلا متعديا وفعلا لازما اخر. تعالى كده نشوف، تعالى نطلع الافعال. عاد اللاعب من المباراة متعبا. تعالى نشوف كلمة عادة. عادة دي فعل ماضي. هل الفعل ده فعل لازم ولا متعدي؟ هنشوفه. عاد اللاعب، الجملة انتهت. عاد فعل ماضي واللاعب فعل مرفوع علامة رفعه الضمة، يبقى كلمة عادة ده فعل لازم، ادي أول فعل. طيب فقد بذل جهدا، وكلمة بذل لسه قايلها من شوية ان هي فعل ايه؟ متعدي عشان في مفعول به. حيث كان الفريق، ممكن تيجي كلمة كان ديت فعل متعدي أو لازم، ما هي فعل ناسخ، بس احنا قايلين في درس المفعول، في درس الفعل اللازم والفعل المتعدي، ان كان واخواتها ما بتتصفش لا بالتعدي ولا باللزوم، يبقى ما تخرجليش ايه؟ كلمة كان نهائي. حيث كان الفريق يلعب بحماس. كلمة يلعب فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة. طب يلعب الفريق ده فعل لازم ولا متعدي؟ هتقول لي فعل لازم. جلس اللاعب مستريحا، برضو جلس فعل لازم. تمام؟ طيب السؤال التالي يقول لك استخرج، حدد نوع الحال في الجملة التالية. عاد المدير مسرورا من الاجتماع. عاد المدير مسرورا من الاجتماع. كيف عاد المدير؟ هتقول لي مسرورا، يبقى الحال هو كلمة مسرورا. طب ده كلمة واحدة يبقى ده حال مفرد. طيب حدد نوع الواو في الجملة التالية. جلس العامل في مكتبه وهو سعيد. هسأل على طول بكيف. كيف جلس العامل في مكتبه؟ هتقول لي وهو سعيد. يبقى الواو ديت طالما جاية مع جملة الحال بنسميها واو الحال. هو في واوات تانية في اللغة العربية طبعا، الواو اللي هي حرف العطف لو انت فاكرها، لما اقول مثلا جاء محمد ومحمود، الواو دي حرف عطف مش واو الحال، لكن الواو اللي عندنا هنا هي واو الحال. طيب اجب عما يلي. عين الحال وصاحبه. عين الحال وصاحبه في الجمل التالية. عاد اللاعبون متحمسين. فين الحال؟ كيف عاد اللاعبون؟ هتقول لي متحمسين. طب فين صاحب الحال؟ هو كلمة اللاعبون. دخل الطفل مبتسما. تعال نطلع الحال نسأل عنه بكيف. كيف دخل الطفل؟ هتقول لي مبتسما. طب فين صاحب الحال؟ الكلمة المعرفة اللي قبله اللي هي كلمة الطفل. السؤال التالي صوب الخطأ في الجملة التالية. خرجت السيارة من المرآب اللي هو الجراج مسرعة. بصوا عليها ضمة، يبقى الخطأ هنا هو كلمة مسرعة، لأني لو سألت بكيف هتروح قايل لي كيف خرجت السيارة، هتقول لي مسرعة لأنها حال منصوب بالفتحة، يبقى المفروض نقول مسرعة. أعرب ما تحته خط. غادر المعلم الفصل وهو مبتسم. كيف غادر المعلم الفصل؟ هتقول لي وهو مبتسم. وهو مبتسم دي عبارة عن كلمة ولا جملة؟ جملة. هو مبتسم، يبقى ده عبارة عن الحال صح، بس حال جملة اسمية، والجملة الاسمية احنا عارفين بتتكلم من مبتدأ وخبر، يبقى كلمة مبتسم تعرب خبر مرفوع بالضم. يجي لي كمان في الامتحان ويروح قايل لي، يقول لي مثلا صوب الخطأ برضه، فيروح قايل لي دخل الطلاب الفصل وهم مبتسمين. صوب الخطأ، فانت خلاص كده بقى الموضوع سهل بالنسبه لك. دخل الطلاب الفصل وهم مبتسمين ده غلط، لان كيف دخل الطلاب الفصل؟ هتقول لي وهم مبتسمون المفروض يعني. فدي هي جمله الحال، حال نوع جمله اسميه، وطبعا احنا عارفين ان هم مبتدا، يبقى اللي بعدها على طول هيكون خبر مرفوع وعلامه رفعه الواو، يبقى المفروض اقول مبتسمون. تمام؟ طيب يجي لي كمان ويروح قايل لي مثلا في سؤال في الامتحان يقول لي اكمل الجمله بحال جمله اسميه او حال جمله فعليه. فلما اقول مثلا ايه، يجي مثلا ويقول لي اكمل بحال جمله اسميه او اكمل بحال وبين نوعه. دخل المعلم الفصل. لو قال لي اكمل بحال جمله اسميه الموضوع سهل، هتروح قايل لي وهو يبتسم مثلا. حال مفرد مبتسما. حال جمله فعليه يبتسم. تمام كده؟ يبقى الحال عندي اسهل درس عندك زي ما قلنا، الفكره كلها انك تسال عنه بكيف،
والحال 3 انواع، ممكن يكون حال مفرد او حال جمله او حال شبه جمله. تمام. درس الحال من الدروس المهمه لما تيجي تستخرج على طول، لو قال لك استخرج حال جمله من القطعه تروح خارج له تحاول تدور على حرف العطف واو الحال ديت اللي هو هتلاقيها غالبا في جمله وهو وانا ونحن وهكذا. تمام. سؤال مثلا يجي لك في الامتحان ويقول لك فرق اعرابيا بين اذاكر دروسي رغبة في النجاح. ويروح جايب لي جملة كمان أذاكر دروسي راغبا في النجاح، ويروح قايل اعرب لي ما تحته خط. انا عندي هنا نوعين، هحتار ما بين حاجتين، يا اما المفعول لاجله يا اما الحال. المفعول لاجله بسأل عنه بكلمة لماذا. لماذا اذاكر دروسي؟ هتقول لي رغبة في النجاح، يبقى على طول وانا مغمض عينيا هتكون رغبة ديت مفعول لاجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أذاكر دروسي راغبا في النجاح. كيف أذاكر دروسي؟ هيئتي وأنا بذاكر عاملة إزاي؟ راغبا في النجاح. يبقى كلمة راغبا هتكون حال منصوب بالفتح، أو يجي لك برضه يقول لك حول المفعول لأجله إلى حال أو العكس. مثلا أذاكر، فلما تجي لك جملة زي أذاكر دروسي رغبة، كل اللي أنت هتعمله هتبقى إيه؟ رغبة في النجاح ديت هتبقى إيه؟ راغبا في النجاح. راغبا في النجاح. تمام كده؟ يبقى كل اللي هعمله ان هشيل التاء المربوطه واحط الف تنوين. تمام؟ ده بالنسبه لدرس الحال. اظن الدرس سهل وما فيهوش اي مشاكل. الحال 3 انواع، مفرد وجمله وشبه جمله. تمام؟ وبسال عن الحال دايما بكيف، وصاحب الحال دايما بيكون معرفه. بالدرس ده او بالكلمه الاخيره ديت نكون انتهينا من كل دروس النحو في الصف الاول الاعدادي، بدايه من الضمائر وانواعها والمفعول والفعل اللازم والفعل المتعدي والمفعول لاجله والمفعول المطلق، ثم اخر درس وهو درس الحال. هنتقابل ان شاء الله باذن الله في فيديو تاني نتعرف فيها على دروس البلاغه في الصف الاول الاعدادي وكذلك دروس الاملاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.